لك أجر أيضا في الوحدة الوطنية اللي احنا فيها، الهدوء اللي احنا فيه، السكينة اللي كل أردني بقول والله يهمكم بس يا أخوان الأمن ومحبتنا لبعض، والله يديم هذه المحبة بيننا جميعا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا نقول هذا السكينة الله سبحانه وتعالى مثل ما أنزلها على رسوله في أشد الهاي عم بينزلها عليه ونزلها على أهله إن شاء الله، بينزلنا عليها جميعا. فنأمل من الله دائما الصبر وقوة البأس. والله بالعكس، والله بفتخر اقول لك كل الأردن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طلب مني اني اجي وكل القوات النسيج الاجتماعي بيننا، الوحده الوطنيه، والله ما احنا عارفين مين فلان ومين علنتان، كلنا اخوان واهل. انا عيالي، انا مرتي من القدس وانا من الكرك، والله ما بعرف وين اعرفهم. كلنا حاله واحده يا اخوان. هذا عظمه الاردن الحمد لله بنسيجنا والتفافنا كمان حول القياده الهاشميه اللي حاملتنا من سنه 21 باذن الله كلها الى بر فثقوا تماما بان جلاله الملك شخصيا وهو خارج البلاد وثقوا تماما انه ما فيها في منتهى الجديه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحق الحق ويلهمكم الصبر والسلوان، وهذا ربنا قال بشر الصابرين، وكل ما صبرت أكثر فأنت لك أجر عند الله. الأردنية بتفتخر أبو يحيى والإخوان والله العظيم سمعنا شو كلكم تصرفتوا، ما شاء الله عليكم، وهذا عهد سيدنا فيكم وعهد الأردنيين كل عهدهم أن نكون بهذا التصرف دائما بإذن الله، ونحمي بلدنا ومالنا غيرها يا أخوان. إن شاء الله. بس يعني لو الصور بتطلع من غاز والشغلات والله العظيم لو في عند رئيس وزراء مثلا يعني بس وقفوا اسمع رئيس الوزراء شيخ ولن يترك والله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باسم عشائر الدوائر نرحب جلالة الملك وبمندوبه لك أجر أيضا في الوحدة الوطنية اللي احنا فيها، الهدوء اللي احنا فيه، السكينة اللي كل أردني بقول والله يهمكم بس يا أخوان الأمن ومحبتنا لبعض، والله يديم هذه المحبة بيننا جميعا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا نقول هذا السكينة الله سبحانه وتعالى مثل ما أنزلها على رسوله في أشد الهاي عم بينزلها عليه ونزلها على أهله إن شاء الله، بينزلنا عليها جميعا. فنأمل من الله دائما الصبر وقوة البأس. والله بالعكس، والله بفتخر اقول لك كل الأردن ما شاء الله عليك، ما شاء الله. فيه الأردن عن غصب عما كان سيكون أرض الحشد والرباط لتحرير فلسطين إن شاء الله. نطلب من مندوب جلالة الملك أن يوصل تحياتنا وسلامنا فورا إلى جلالة الملك، ونحن وضعنا قضيتنا في يده الكريمة. بارك الله فيك والله يجزيك الخير. والله يبارك فيكم واهلا وسهلا. انا بدي ارد عليك بكلمه واحده. تفضل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ولانكم مؤمنين الحمد لله ستكونوا الاعلون. ان شاء الله. الله يقويك سيدي. شكرا يا لا في البيت كيف؟
يعيش جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. يعيش. وهو الذي يوصل الحق إلى صاحبه بإذن الله. وأقول نقطة بسيطة، والله سينهزم الكيان الصهيوني، والله سينهزم الكيان الصهيوني، والله سينهزم الكيان الصهيوني بميزة واحدة. الشهيد الفقيد مواليد 2000، ركزوا معاي، ولد على أرض وثرى الأردن من الطهر، لم يعرف فلسطين ولم يتجول في شوارع القدس